الدكتور ضياء العوضي كان بيحذر من الأدوية وبعدها يختفي وبعدها يعلنوا عن وفاته. القصة دي فيها حاجة غلط. خليك معايا شوية. اللي حصل في قصة الدكتور ضياء العوضي مش بسيط. الراجل ده قدر في فترة بسيطة في خلال أسابيع أو أشهر إن هو يبقى ترند في مصر وبل في الشرق الأوسط كله. أول حاجة عمل نظام غذائي سماه الطيبات وبيقول إنه مستوحى من القرآن والسنة. بس مش ده الغريب إن هو أنكر كل العلاج الطبي اللي إحنا نعرفه وهاجم أدوية السرطان والسكر والضغط وقال إن هي بتضر أكتر ما بتنفع. ودكتور ضياء كان دايما بيطرح فكرة إن أمراض زي السرطان مش بس جينات، لا ده نمط الحياة بتاع الإنسان والأكل بتاعه اللي هو بيدخله في معدته هو العامل الأساسي. لكن الأخطر إن هو شكك في طرق علاج معروف وقال إن طرق العلاج بتاع مرض السرطان مش فعالة نهائيا وإنها بتدمر الخلايا السليمة وبتزود الخلايا السرطانية. وطبعا بعد ما قال الكلام ده سخرية وهجوم من كل الاتجاهات. الأطباء هاجموه والنقابة بتاعت الأطباء شطبته. بس هنا الموضوع قلب لأن دكتور ضياء قال حاجة خطيرة جدا. هو كان شايف إن النظام الطبي العالمي هو نظام غلط من الأساس وإن الأكل اللي إحنا بناكله دلوقتي ممكن يكون بيأثر علينا بشكل يغير طبيعتنا. وده يخلينا نسأل سؤال غريب، هل ممكن نكون إحنا بإرادتنا بندخل مواد لجسمنا هي أساسا اللي بتضرنا؟ الفكرة دي اتطرحت حتى في الدراما في مسلسل عين سحرية في رمضان اللي فات. رجل أعمال مش فارق معاه الناس قد الفلوس اللي هيكسبها. وده يخلينا نسأل سؤال، هل لو طلع دكتور النهارده وقال إن هو اكتشف علاج نهائي للسرطان والعلاج ده متوفر وبالمجان، هل المنظومة الطبية الموجودة في الوقت الحالي واللي هي منظومة أساسا ربحية هتسمح بحاجة زي كده إنها تطلع؟ فكروا فيها، لأنهم لو سابوا حاجة زي كده تحصل هيضطروا إنهم يدوروا لنفسهم على أي شغلانة تانية. الغريب بقى إن دكتور ضياء قال إن هو مطارد وإن في جهات معينة مش عايزة الكلام ده يظهر لأن هو هيقضي على منظومة كاملة. وفجأة في يوم 12/4 يختفي في دبي وبعدها بيومين يعلنوا خبر وفاة من غير أي تفاصيل كافية ومن غير أي إجابات واضحة. وده خلى في ناس كتيرة تشك في وفاته وإن في شبهة جنائية في الموضوع، منهم طبعا أهله والمحامي بتاعه. وهو دايما كان في اللايفات بيقول لو حصل لي حاجة اعرفوا إنهم موتوني وإن ده مش انتحار. ومعنى إنه يقول كلام زي كده إنه أكيد جاله تهديدات كتير. خلينا نفكر بالعقل، لو طلع شخص قال لك إن الجسم نفسه قادر إنه يعمل استشفاء من نفسه، بس الفكرة إن إحنا نركز في الأكل اللي بندخله للجسم، هو كده مش بيبيع لك حاجة. وركز كويس في جملة مش بيبيع لك دي. في أمراض كتير بنعتبر إنها ملهاش علاج وبنعتبرها أمراض مزمنة وبناخد علاج ونتعايش معاها لحد ما نوصل للنهاية وتفضل تلف في نفس الدايرة دي لحد النهاية. وده على حسب كلام دكتور ضياء الله يرحمه. طيب دكتور ضياء واحد طلع وبيقول إن اكتشف حاجة وإن الشيء ده غلط والشيء ده غلط وده بيضر الجسم وده بيفيد الجسم، ليه ما نجيبوش ونجيب أكتر من دكتور كبير ونعمل ما بينهم مناظرة طبية وكل واحد فيهم يحاول يثبت وجهة نظره بالأدلة؟ لكن مش ده اللي حصل. الأسهل دايما المختلف عن القطيع يطلع بره اللعب. وعلى فكرة القصة دي مش أول مرة تحصل. في سنة 2009 حصلت قبل كده. دكتورة في دولة صربيا الصحافة قالت عنها إنها دجال، لكن اللي حصل معاها كان غريب جدا. لعيبة كورة في أوروبا كانوا بيروحوا لها بإصابات تقعدهم في البيت شهور. الغريب إنها كانت بتعالجهم وبيرجعوا بعد أيام. من ضمنهم فينسنت كامباني مدرب بايرن ميونخ الألماني، ولاعيبة زي فان بيرسي، ولاعيبة من منتخب غانا، ولاعيبة من ليفربول، كلهم تعاملوا معاها. نفس الفكرة، طرق مختلفة من الطب التقليدي. الحقيقة مش أبيض أو أسود. في ناس قالت إنها اتحسنت على إيدين دكتور ضياء وفي ناس تاني قالت العكس. والمريض لما بيفقد الأمل من الشفاء ويلاقي نفسه مش بيصحى من العلاج ممكن يتعلق بأي قشاي قصاد حاجة بسيطة إنه يحس إنها بتخفف عنه ألم. أنا هنا مجرد صانع محتوى، مش بقولك تصدق أو تكذب. أنا بس بنقلك فكرة ناس مؤمنة بيها وناس تانية شايفاها إنها حاجة خطيرة. وفي أطباء كتير حول العالم بيخالفوا النظام الطبي العالمي ومقتنعين إن هم صح. وفي طبعا اللي بيدعم كلامه بنصوص دينية زي دكتور ضياء العوضي. وفي الآخر بعد ما تم تأكيد خبر وفاة دكتور ضياء العوضي التحقيقات لسه شغالة علشان سبب الوفاة. السؤال هنا، هل في حاجة احنا مش شايفينها فعلا ولا احنا مجرد بنحب نربط الأحداث ببعضها وخلاص؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، بس حاول تفكر قبل ما تحكم وافتكر دايما ان احنا بشر ممكن نصيب وممكن نخطئ. وبس كده، ما تنسوش اللايك والفولو وشير للفيديو وتتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.